السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حاجة حلوة جدا للشتاء، وهي كوباية حمص الشام. هتعجبكم جدا، وان شاء الله تبقى الطريقة سهلة وبسيطة. بس ياريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. واعذروني عشان عندي برد وصوتي متغير شوية. عندي انا كوباية من حمص الشام، غسلتها ونقعتها لمدة 4 ساعات. غسلتها كذا مرة ونقعتها 4 ساعات، وبغير المية من وقت للتاني. اقل حاجة 4 ساعات، ممكن ازود اوكي تمام. وعندي 5 حبات من الطماطم. ده على قد الكمية اللي عندي. انتي بتزودي طبعا في الطماطم. غسلت طبعا الطماطم وعصرتها وصفتها بالشكل ده. وحمص الشام غسلته تاني، شطفته وحطيت له مية وحطيته على النار ياخد غلوتين كده. اول ما يبدأ يغلي كمان هتلاقي ايه، طلع رغاوي بالشكل ده. لازم طبعا اشيلها، عشان لو ما شلتهاش هتفضل موجودة كمان في كوباية الحمص بعد ما يستوي. هتلاقيها بتطفو كده على فوق الكوباية، فمش ظريف خالص يعني. بس ببدأ بقى ان انا ايه يعني اشيل اي حاجة زي كده. كل ما يطلع حبة كمان بشيلهم لغاية ما يوصل لنص السوا كده. بروح انا بقى ايه اغسله. يعني انا بفضل اطلع كده الرغاوي لغاية ما احس خلاص ان الحباية بدأت تستوي. بطلعه بنتشره زي ما انتم شايفين، وبشطف الحلة. وبحطه تاني في الحلة وعليه مية مغلية، ما ينفعش مية من الحنفية. وبس كده بسيبه بقى يكمل السوا. واول ما خلاص بيكون استوى، بكون انا بقى طبعا عصرت الطماطم وصفتها، بروح حطاها عليه. تمام. وبسيبها تاخد غلوة معاه عشان خاطر نعرف نحط باقي المكونات بتاعتنا. ان شاء الله الطريقة سهلة جدا وهتعجبك، وانا متأكدة، واحلى من العربيات اللي على الكورنيش كمان. اول حاجة هحط الثوم بعد ما غلت الطماطم. بحط ثوم وبحط بابريكا حوالي نص معلقة من كل حاجة، نص معلقة كبيرة. طبعا عايزة تحطي الثوم يعني حباية بالحباية صحيحة يعني. حطيه براحتك جدا. نحط بقى الملح طبعا على حسب الطعم. طي يعني حطي بالتدريج لغاية ما توصلي للطعم اللي انت عايزاه. وعندي بصل بودر، برضو ممكن احط الصحيح وبعد كده اشيله. بس لو حطيت صحيح يبقى هحطه مع الطماطم اول ما احطها عشان يبدأ يطلع الطعم بتاعه. وبعد كده بشيله. وحطيت كمان رشة من السكر لازم، عشان خاطر الطماطم ساعات بتبقى حادقة، ودي بتساعد كمان ان الطعم بيبقى جميل جدا. انا هنا بحاول اطلع التوم اللي كان على الوش كده. انتي مش عايزة تشيليه براحتك جدا، بس انا حبيت ان انا اشيله. التوم الصحيح برضو نخلي بالنا لو انتي حطيتي توم صحيح ان انتي تشيليه، عشان بعد السوا بيكون شكله زي حباية الحمص. وممكن ايه لو انتي مش حابة الطعم يجي تحت اسنانك، الموضوع بيبقى صعب جدا. والبصل طبعا زي ما قلت لكم تشيليه، ان انتي لازم تشيليه عشان تعرفي تصفي كده المية بتاعة الحمص. عندي بقى هنا في الكوباية كمون، وهحط عليه معلقتين من مية الحمص. وليمون عصرته برضو. وعندي الشطة برضو اللي حابب بحط لها برضو مية من الحمص كده، معلقتين كده برضو، عشان ايه نعرف نحط على الكوباية على طول. اعمل بقى الكوباية بتاعتي زي ما انا بحب وزي ما انا عاوزة، بالشطة او من غير. بحط لها بقى مية من اللي هي بتاعت الكمون، ونحط الليمون. وبالهنا والشفا. يا رب الوصفة تكون النهاردة عجبتكم. يا ريت ندعي لمرضانا جميعا بالشفاء يا جماعة. بصوا الجمال بقى، بجد تحفة بجد. المية بتاعته جميلة جدا، ومش لونها فاتح، لا اللون اللي احنا بنحبه كمان في الحمص الشام. والطعم بجد تحفة جدا، مش بنشرب مية، لا احنا بنشرب بجد حاجة جميلة جدا، والطعم جميل جدا. ولو لسه ما اشتركتيش على في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، اشتركي وفعلي الجرس واضغطي الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. وعلى الفيسبوك يا ريت تشيري الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. يلا بقى قومي اعملي بقى الحمص بالطريقة دي وقوليلي رأيك فيه. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.